وسط أنغام التغيير التي تعزفها سياسات الإصلاح الاقتصادي، بدأت ملامح النهوض تشرق في الصناعة التحويلية بإثيوبيا، فقد فتحت أبواب النقد الأجنبي وتدفقت منابع التمويل لتروي عطش المصانع التي ظلت طويلا تحت وطأة الشح. وبفضل هذه السياسات استعادت عجلة الإنتاج دورانها وارتفعت كفاءة الأداء، فتجاوزت القدرة الإنتاجية حاجز 60% في مشهد يعكس عمق التحول وجدية الرؤية. ከተኪ ምርት አኳያ በዚህ በ9 ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር ተተክቷል። من خلال عملنا لإحلال الواردات بمنتجات محلية خلال الأشهر ال9 الماضية استطعنا تحقيق ما يقارب 3 مليارات دولار، وهو إنجاز كبير خاصة في قطاع المأكولات والمشروبات. فعلى سبيل المثال الوجبات الخاصة بالجيش التي كنا نستوردها من الخارج بدأنا الآن في تصنيعها محليا، وكذلك الحال بالنسبة لحبوب الشعير المعكرونة. وأما ما يتعلق بالأقمشة فبعد أن كنا نعتمد على الاستيراد وضعنا استراتيجية من خلالها تمكنا من إنتاجها محليا، لا سيما في مجالات الصناعات الجلدية والمواد الكيميائية والحديد والهندسة، حيث تمكنا من إنشاء مصانع خاصة بها مثل مصانع معالجة الأعلاف. واليوم نرى فرصا جديدة تظهر في الأفق في جميع الأقاليم. ስለዚህ ይሄ የማምረት አቅምን በማሻሻል አዳዲስ ውጤት እየተገኘበት ያለ ነው። الإصلاحات التي انطلقت منذ يوليو 2024 لم تكن حبرا على ورق، بل رؤية نسجت بخيوط الأمل والعمل. على قطاع التصنيع لم يكتفي بالإنتاج المحلي، بل بدأ يتطلع للأسواق الخارجية بزيادة ملحوظة عن العام السابق. كما ساهمت الصناعة في تقليص الاعتماد على الواردات عبر استراتيجية الإنتاج، محققة نتائجا تفوق 3 مليارات دولار خلال 9 أشهر فقط. በዚህ 9 ወር ብንወስድ ወደ 276 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አምራች ኢንዱስትሪው ኤክስፖርት አድርጎ የውጭ ምንዛሪ ተገኝቷል። خلال هذه الفترة تمكنا من تحقيق عائدات بلغت 276 مليون دولار من تصدير منتجات المصانع المحلية بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل زيادة مالية تقدر ب 43 مليون دولار، وهذا يدل على وجود تحسن ملحوظ في جميع الجوانب، خاصة مع التغيير الديناميكي الذي أحدثته الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن الدعم المالي لعب دورا كبيرا في نجاح المصانع المصدرة، ففي السابق كانت الحكومة هي المقترض الأكبر، أما اليوم فنلاحظ أن 76% من القروض وجهت للمؤسسات الخاصة مقابل 24% فقط هي للحكومة، وهو ما مكن هذه المصانع من الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعها وبالتالي إنعاش قطاع التصدير. ይሄ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ እንዲያነቃቃ የራሱን ድርሻ ተጫውቷል ማለት እንችላለን። في مشهد يليق بالحالمين تستعد إثيوبيا لمرحلة جديدة من النمو، حيث تخط سياسات استثمارية مبتكرة وتقدم حوافز ضريبية مشجعة ليبقى قطاع التصنيع نبضا قويا في جسد الاقتصاد الوطني. إنها حكاية وطن آمن بالإصلاح بزرع الأمل وحصد الازدهار.